مساء الخير، ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. هل حصل معاك مره اللي انت كنت ماشي بالعربيه وخبطت في اي جسم صلب او خطوبه او حجر كبير تحت العربيه وعديت عليه، وبعد شويه رحت الميكانيكي او التوكيل اللي انت بتتعامل معاه وقال لك للاسف كارتيره الزيت اتخرمت او اتشرخت؟ للاسف لو تعرضت للموقف دوت فانت اكيد هتعرف قد ايه الموقف ده مزعج ومكلف جدا. عشان كده يجي دور اول منتج معانا من سول انجينيرنج. المنتج ده هو المصفحه او السكيت بليتس او الانجن جارد. ده بيبقى جزء بيتثبت في بطن العربيه من تحت عند الاجزاء المهمه والحساسه زي الموتور والفتيس. ساعات بيبقى من بلاستيك، ساعات بيبقى من فايبر جلاس، ساعات بيبقى من الصلب او الالومنيوم زي حالتنا في سول انجينيرنج. بتعمل ايه المصفحه دي؟ المصفحه دي بتغطي كارتيره الزيت والموتور والاجزاء الضعيفه، عشان للاسف اي خبطه في الاجزاء ديت ممكن تسبب ان الزيت كله ينزل او الكارتيره تتكسر والزيت ينزل، وساعتها هتتكلف ارقام كبيره جدا. وبساعات بتوفر برضو حمايه لبعض الاجزاء المتحركه في العربيه، وهي بتاخد هي اساسا معظم الخبطه وبتنقلها وتوجهها لجزء تاني اقوى منها واقل حساسيه وهو الشاسيه. كمان المصفحه بتحميك من الزلط الصغير او الحجاره الصغيره، لان هي دي على السرعات العاليه للاسف بتبقى قويه جدا وبتسبب اضرار جسيمه للعربيه حتى لو هي حاجه صغيره جدا، بس على السرعات العاليه للاسف بيبقى فيها مشكله كبيره. في المصفحه كمان بتاعتنا احنا بنراعي اللي هو تركيبها بيكون في نقط تثبيت موجوده فعلا في العربيه من غير لا تعديل ولا لحام ولا شاسيه، ولا تعديل ولا لحام في شاسيه العربيه، عشان العربيه ما تخرجش بالضمان. وكمان بنراعي ان استخدام النقط دي يكون نفس النقط بتاعه الكارتيره الاصليه في حاله وجودها. كمان راعينا وجود فتحات سهله الفك والتركيب في الصيانات الدوريه عشان ما تحتاجش انت تفكها في كل صيانه دوريه. زي ساعات معظم الكارترات بتاعت العربيات لما بتبقى بلاستيك بتبقى تضطر ان انت تفكها وتركبها في كل صيانه دوريه، لكن في حالتنا لا، بيبقى فيه اصلا فتحات مكتوب عليها معمول عليها انديكيشن في كل حاجه، بحيث اللي هيجي يعمل صيانه يبقى بالنسبه له الدنيا واضحه جدا. لو هو هيغير زيت او فلتر بيفك الاجزاء ديت ببساطه وبيركبها تاني من غير ما يحتاج اللي هو يفك المصفحه بالكامل ويركبها تاني. والمصفحه بتاعتنا هي زي ما بتركب العربيات البنزين والديزل برضه بتركب للعربيات الكهرباء. ليه؟ عشان برضه في اجزاء مهمه في عربيات الكهرباء بتحتاج ان هي تتحمي، زي الانفرتر والكنترول بتاع العربيه والكورونا الاماميه في حاله ان العربيه دفع امامي، لان الاجزاء دي برضه بتبقى معرضه لها تتخبط وللاسف برضه بتسبب اضرار كبيره. نتمنى نكون احنا ردينا على سؤالكم ايه هي اهميه المصفحه، وان شاء الله تابعونا في حلقات تانية كتير هنتكلم على باقي المنتجات واسئله انتوا بتسالوها لنا كتير. اشوفكم على خير، سلام.